قصة محمد وأخوه عبد العزيز الشبيلي السوادي من أبناء محافظة البيضاء الذي تم الغدر بهم من قبل أحد الأشخاص من أبناء القبيلة في جدة. القضية وما فيها والذي حدث حسب ما رووه البعض، عشان ما نجي يقولوا أنتوا قلتوا كلام كذا ولا كذا، هذا الكلام اللي رووه ويتكلموا فيه في المواقع هذا اليومين. إن كان هؤلاء الاثنين الأخوة محمد وعبد العزيز كان عندهم بنت عمهم متزوجة من شخص من القبيلة وموجود عندهم في محافظة جدة في المملكة العربية السعودية، وهذه البنت المتزوجة على هذا الشخص كانت تعامل معاملة غير جيدة واختلفت مع زوجها، ويقال حسب ما قيل بأنه كان يعتدي عليها ويضربها. فأقرب الناس اللي تلجأ لهم في الغربة وفي البعد عن الأهل هم هؤلاء الأشخاص إن عوائلهم حسب ما قيل إنها موجودة. فرجعت لعندهم قلت لهم إن هذا الشخص يضربني، وهربت مثل أي مرأة في العالم تهرب من زوجها إلى عند أهلها، فهم أقرب الناس إليها في هذه المنطقة. فما كان منهم إلا أنهم رحبوا فيها ولبوا طلبها ورحلوها إلى اليمن، يعني خرجوها سفروها إلى اليمن ترجع لبيت أهلها لأنه اختلفت مع زوجها، وطبيعي أنه هذا الشيء يسوه. رجعوها على اليمن، ولما وصلت اليمن فترة المهم الرجال هذا اتصل عليهم وقال لهم أنا أشتي أقابلكم. بكل بساطة الرجال معروف، يعني ما هو الشخص قريب ولا بيخافوا منه ولا شيء. اتصل عليهم أنا أشتي نتقابل إلى مكان، قالوا أبشر. قابلوه وجوا عنده. الرجال كان بكل أسف مبيت لهم نية مش سيئة، وأظهرت الخبث اللي داخله والمشاكل اللي كانت تعاني منها هذه المرأة بهذا الحادث الذي لم يكن أحد يتوقعه نهائيا. على طول أطلع السلاح بكل أسف وباشرهم بكل أسف، وقضى على الاثنين، قتلهم غدرا وعدوانا. نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، والجميع للأسف يشهد لهم بالطيب أخلاقهم وتربيتهم وحسن معاملتهم، وإنهم للأسف بيروحوا بهذه الطريقة المؤسفة. الرجال تم القبض عليه وهو في المملكة العربية السعودية، لا مجال ولا تهاون في تطبيق الأنظمة والقوانين وحد سيف. لكن لا وين يعني معقولة احنا صايرين كل يوم هكذا مشاكل، كل مشكلة أكبر من الأولى، مش عارفين احنا اللي من إلى وين بنوصل له بكل أسف. مشاكل كل يوم تجي أكبر من القبل. اليوم الأول نقول والله هذه مشكلة، يعني مش معقول احنا بنلاقي مشكلة أكبر منها، لا تجي مشكلة أفظع منها وأبشع منها. لكن ما نقول لا، حسبنا الله ونعم الوكيل. اليوم ب5/12 بيتم دفن هؤلاء الإخوة في جدة، ونسأل الله لهم الرحمة، وبإذن الله الشخص هذا يتعاقب ويأخذ جزاه. وحسب ما قلت لكم هذه القصة رويتها حسب ما تكلم به بعض الأشخاص، ولكنها غير أكيدة. إن كانت حقيقة فهذا هو الذي حصل، وإن كان أخطأت فمن الشيطان. وتحياتي.